السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو مقر مجمع الشفاء في غزة تحديدا في هذا الجزء الغربي من مدينة غزة. دخل الجيش الإسرائيلي في الليل بالأمس مجمع الشفاء. الدخول حصل بعد تبني وزارة الدفاع الأمريكية الرواية الإسرائيلية بأنه ثبت لديهم عبر مصادر استخباراتية أن المقر أو مجمع الشفاء الطبي هو مقر لحماس، وأن هناك أنشطة إرهابية للمقاومة في غزة تحت هذا المقر. بعدها مباشرة بدأت عمليات الجيش الإسرائيلي وتم اقتحام المستشفى المحاصر أصلا منذ أيام، والذي قطع عنه كل شيء تقريبا، الماء والوقود وكل شيء، يعني حتى أن حالة المرضى فيه مزرية كما شاهدنا، وحالة الأطفال الخدج أيضا للأسف شاهدنا صور مؤسفة. وأيضا سمعنا تصريحات من مسؤولين أو أطباء في هذا المستشفى يحاولوا مع الجانب المصري منذ أيام 5 أيام وأكثر أن يتم نقل هؤلاء الأطفال الذين لا ذنب لهم أصلا إلى مصر، لكن للأسف يذكروا أنه لم تكن هناك أي استجابة أو تفاعل من الجانب المصري للأسف الشديد. دخلت القوات الإسرائيلية إلى المجمع، تحدثوا أيضا بأنهم لم يجدوا مخطوفين في هذا المكان من الذين تم خطفهم يوم 17 أو أسرى، أو الذين تم أسرهم كما يقول الجانب الآخر يوم 17. تتحدث المعلومات أن الجيش الإسرائيلي تمركز في قبو هذا المستشفى الآن، وحسب مصادر فلسطينية في المستشفى أنه تم تفجير أماكن تخزين الوقود، تم تفجير أيضا أجهزة طبية مثل جهاز الرنين المغناطيسي وأجهزة أيضا مختلفة لأشعة مختلفة. وحصلت الكثير من التصرفات يمكنكم الرجوع إليها عبر بعض المصادر الموجودة مواقع التواصل الاجتماعي أو بعض القنوات الإخبارية التي تغطي الحدث. طبعا الكل ينتظر من الجانب الإسرائيلي أو الجيش الإسرائيلي أن يكشف عن أدلة أن تحت هذا المستشفى فعلا مقر للمقاومة أو مقر لحماس. إلى الآن لم يصدر شيء إلا خبر تم نشره الآن على صفحة الأحداث الأمريكية على موقع إكس تويتر سابقا. يقول في هذه التغريدة: إسرائيل تقول عثرنا على أسلحة وبنية تحتية بمستشفى الشفاء. الكل ينتظر الأدلة التوثيق يعني، لكن لماذا مستشفى الشفاء؟ لماذا مجمع الشفاء؟ لماذا جعل هذا المكان رمز؟ هناك معلومة يعني قد تكشف لنا ما الذي يحصل بالضبط. لو تذكروا احتلال أمريكا للعراق، حصل أمر مشابه جدا لهذا الترميز لمجمع الشفاء من قبل إسرائيل ومن قبل أمريكا. الآن المعلومة أنه عندما تم احتلال العراق وجه الأمريكان كل إعلامهم للحديث عن مطار العراق، مطار بغداد تحديدا. الكل طبعا كان منتبه لهذا المطار وسقوط هذا المطار، وفعلا شغلوا العالم كله في حينها وجعلوا من مطار بغداد رمز أن هناك المقر لقيادة مواجهة القوات الأمريكية، وأن هناك المسؤولين، وأن هناك أسلحة، وأن أشياء كثيرة جدا. وحتى أوصلوا للناس فكرة، وهي أنه إذا سقط المطار سقط العراق. وفعلا كانت خطة خبيثة، وكانوا الناس كل تركيزهم على المطار، وكل الناس منتظرين أن المطار يثبت ولا يسقط. والمهم يعني الذي حصل أنه في اللحظة التي تم دخول المطار أثر ذلك في معنويات الناس بشكل كبير جدا، وكأنهم يستخدموا هذا الأسلوب الآن عندما يتحدثوا عن مجمع الشفاء. هم بحاجة نصر، والظاهر أن بعد هذه الخطوة الآن سيتم التوصل إلى اتفاق من أجل إطلاق أسرى أو تبادل أسرى مع حماس بعد تحقيق هذا الإنجاز الذي يعتبرهم إنجاز. طبعا رد فعل أردوغان كان قوي نوعا ما. أردوغان الذي التقى بأعضاء من حزبه تحدث بكل صراحة، يقول الآن أستطيع أن أقول بكل صراحة أن إسرائيل دولة إرهابية. يقول كلام خطير أيضا، يقول الأحداث الجارية في المنطقة تعلمنا أنهم لن يسمحوا لنا بالعيش على هذه الأرض في حال لم نمتلك القوة العسكرية والاقتصادية والسياسية. يقول ما يحدث الآن في غزة أخذ أبعاد مختلفة، يقول وأنا أراه معركة بين الهلال والصليب. لاحظوا الكلام الذي يقوله أردوغان خطير. هو لم يتحدث عن حرب مع إسرائيل، لا، هو يتحدث كما يقول معركة بين الهلال والصليب، ويتحدث عن حرب
مع الصليبيين، كأنه يؤكد العبارات التي خرجت من الغرب ومن الأمريكان تحديدا. يعني في بعد 11 سبتمبر بوش قالها بصريح العبارة أنها حرب صليبية. هذه المرة أيضا عضو الكونغرس الأمريكي قالها، بعد 17 قالها. طبعا نقصد السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام الذي قال نحن في حرب دينية الآن، ودعا إسرائيل إلى تسوية الأرض لتدافع عن نفسها. يعني حرب دينية مع من؟ هذا ما يشير إليه أردوغان. طبعا هذا الكلام من أردوغان لم يشفي غليل الكثيرين، وهناك انتقاد كبير لأردوغان، لماذا لم يتحرك، لماذا لم يفعل، لماذا لم يقدم شيء عملي كما يريد الكثيرين. لكن أيضا هناك أطراف أخرى ترد على هؤلاء الناس وتقول لهم هذا الانتقاد بداية يجب أن يوجه للعرب، وأن يكون هناك دور فاعل وعملي للعرب بداية، ثم يأتي الانتقاد لغيرهم، لأنه المسؤولية على الأقرب في الأقرب. طبعا هو نوع من السجال دائر الآن وقبل الآن وأيضا في المستقبل بين أطراف من هذا الجانب وأطراف من هذا الجانب، لكن كل هذه الأمور لا تعفي مسؤولية الكل. الكل ينتظر الآن أن تثبت إسرائيل أن هذا المجمع الطبي فعلا استخدم للأغراض التي تحدثت عنها طيلة الأيام الماضية، والذي جعلتها إسرائيل وأمريكا مبرر لاقتحام هذا المجمع الطبي ولدخول هذا المجمع الطبي ولجعله رمز النصر في هذه المعركة. تحدثت شبكة رصد عن ما اعتبرته شهادات مرعبة من مشرف الطوارئ بمجمع الشفاء حول حقيقة الوضع بعد اقتحام قوات الاحتلال. تقول الشبكة أن الاحتلال حسب شاهد العيان فجر بوابات المستشفى والشظايا تناثرت عن الموجودين. الاحتلال جلب الرعب والدمار ولم يجلب حليب أو حضانات جديدة. الاحتلال أطلق النار بكثافة قبل اقتحام المستشفى. الاحتلال احتجز العديد من النازحين وهم معصوبو الأعين ومجردون من ملابسهم واقتادهم إلى جهة غير معلومة. الاحتلال اقتحم عدة مباني وقام بعمليات تفجير في أقبيتها. الطواقم الطبية تكافح من أجل إنقاذ الجرحى ولم نستطع نقل الجثث بسبب تحلل الأجساد. هل ستتوقف الحرب بعد هذا الإنجاز للجيش الإسرائيلي أم لا؟ المعلومات قد تشير إلى غير ذلك. عندما تقرأ مثل هذا الخبر الذي يقول أن البنتاغون زاد سرا مساعداته العسكرية لإسرائيل، عن بلومبرغ أسلحة ترسل يوميا شملت صواريخ وقذائف دبابات. في الأخير ليس لها من دون الله كاشفة. لا تنسوا الاشتراك في قناة تقرير، لا تنسوا تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.